السلام عليكم حبايب قلبي، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل افكار جميله جدا من قماشه الخياميه. بصي متر القماش اللي معايا ده، انا هقول لك على افكار كتيره وانت نفذي اللي يعجبك. بصي في من فوق كده في برقع صغير، لونه كحلي، ممكن تقطعيه وتعملي كبرقع فوق اي ستاره. وكمان الفوانيس الجميله دي ممكن تقصيها هي واشكال عم فؤاد وشريهان وفطوطه وبوجي، وتلزقيهم بغيره او بشمع على كرتون وتعمليها من دبل فيس وتلزقيها في اي مكان في البيت. والاشكال دي كمان ممكن تقصيها وتعمليها بنفس الفكره، تلزقيها على اي كرتون وتعمليها. انا ما عملتش كده، انا قطعت حته على قد ترابيزه الركن عندي في البيت، ومشيت عليها حوالين داير الفرنشه عشان اخليها مفرش للترابيزه عندي، شكلها كده جميل ومكتمله وحلوه، ما حبيتش ان انا اقصها. كمان في فكره كمان، انا عملت لايدين الركن عندي من حته الخياميه اللي كانت متبقيه عندي. حاجه بسيطه خالص، مسكت ان انا قصيت على قد كل ايد، وبعدين مشيت حوالين داير بالنار علشان بس كانت متنسله معايا. وبعد كده حاجه بسيطه خالص، مش مسكت الشمع وحوالين داير حطيت شمع كده، وبعدين ابتديت ان انا الزق لها فرنشه. تمام. في القطعتين اللي معايا، وبقوا جمال جدا وشكلهم تحفه. وان شاء الله انا هوريكم البيت بعد ما فرشه وازينه. انا طبعا لسه ما فرشتش، بخلص شغل رمضان ان شاء الله والاوردرات المطلوبه مني، فربنا يقوينا ان شاء الله. خلاص انا قربت اخلص وافرش لكم الشقه، وهوريكم ان شاء الله جوله جميله كده معانا. كل حاجه عملناها في رمضان ان شاء الله انا هعملها لكم في فيديو مخصص. وكمان انا عامله قائمه تشغيل لكل اعمال رمضان السنه اللي فاتت والسنه دي، ربنا يا رب يبلغنا رمضان. ده كان برضو القطعه التانية بتاعت ايد الركنه. الفكرة بقى التانية معانا او التالتة زي ما تحبوا، انا معايا هنا ستانات كنت مشتريها السنة اللي فاتت، لو كنت وريتها لكم في فيديو مشتروات، كنت جايبة الستة ب45 جنيه تقريبا. دول اللي اتبقوا معايا. وللأسف انا ما عنديش وقت ان انا اجيب ستان احطه للظهر، لان انا عايزة اعمل كوشنات. فهعمل ايه؟ انا كنت عاملة كوشن السنة اللي فاتت بس ما صورتوش معاكم، سامحوني. فانا ما عنديش ستان من ورا او اي قطعة قماش، هعمل ايه؟ هغلب نفسي؟ لا، جبت قطعة قماش خيامية وهعملها برضو للكوشنات اللي عندي، هعمل اتنين. وبصوا انا هنا كنت بقول لكم الوش على الوش وبقلبهم كده. ده الكوشن الاولاني. انا التاني عملته من غير تصوير لان الفكره كمان وضحت لكم كده. حطيت الوش على الوش بتاع القماشه، يعني وش الستان على وش الخياميه. وجبت برضو معايا مسدس الشمع، وابتديت ان انا احط حوالين داير للثلاث جوانب، وجنب واحد بس اللي بسيبه مفتوح علشان بعد ما اخلص ادخل منه المخده بتاعتي واحط شمع واقفلهم على بعض. تمام. انا عملت الاتنين بنفس الطريقه، انت لو عندك مكنه هتسهل عليك الدنيا. هعمل الثلاث جوانب وهسيب جنب واحد بس هو اللي مفتوح، وبعد كده هوريكم انا هعمل ايه. خلصت خالص كده وعملت الثلاث جوانب. انا كنت هنا بوريكم ان في فتحه عشان احط منها المخده، ما تنسيهاش. ابتديت ان انا اجيب الجوانب كلها برضو واعملها بالشمع عشان يثبت معايا اكتر، ومهما عملت ما يتفكش معايا. انا بقلبها كده وبحط المخده. تمام. وبعد كده جبت الوشين على بعض و... ولزقتهم بالشمع بعد ما دخلت المخده فيهم. ايه رايكم؟ وش كده خياميه والوش التاني ستان، شكلهم تحفه بصراحه على الركنه. يعني من حاجات بسيطه جدا وما تكلفيش نفسك، هتلاقي الدنيا معاكي اتظبطت وهتزيني بيتك باجمل حاجات عندك. تمام. ما تكلفيش نفسك وتنزلي يعني تجيبي مخصوص، اتصرفي. اي قطعه تحطيها من ورا هتمشي الدنيا ويبقى شكلها بصي تحفه بصراحه، تحفه فنيه، امارات قوي وكيوت قوي. هنخش مع بعض على الفكرة التالتة ان شاء الله. كان معايا قطعة ستان كانت باقية من التلاتة، عملت بيها ايه؟ ما عملتش كوشن، انا جبتها وجبت قطعة كرتون اقل منها سنتي من جميع النواحي. يعني جبت الستان قلبته وخليته على الظهر بتاعه كده، وجبت قطعة كرتون اقل من الستان سنتي من جميع النواحي، على اساس ان انا لما احط الشمع واجي اغلفها كده تمسك في الكرتون من ظهره. فاهماني؟ وعملتها من جنبين، وقلت احط معاكم الجنبين التانيين عشان تفهمي انا قصدي ايه. انا حطيت هنا شمع من جنبين، والجنب التاني هحطه معاكم اهو. فكرة سهلة وبسيطة، ممكن تزيني البيت من حاجات يعني. بصي مش عايزة اقولك عملت معايا جو وشكل عامل ازاي في البيت. اللهم بارك يا رب. فانت زيني بيتك باقل حاجة. انا طبعا عملت كمان شغل كتير بعيد عنكم يعني ما صورتهوش، سامحوني. بس ان شاء الله هجيبه لكم في الفيديو اللي هجمع فيه كل حاجة رمضان اللي انا عملتها.
تمام. بس في حاجات طبعا اللهم بارك لاصحابها يا رب ويسعدهم بيها، طلعتها لناس فما لحقتش ان انا اصورها طبعا. انا بصوا هنا كنت برضو بلزق الجنب التاني، وبعدين خلاص انا لزقت بقى الحروف اللي كانت بايه من القماشه على الكرتون من ورا، تمام بالشكل ده. عشان ما اخدش بس من وقتكم كتير، انا الفيديو كان طويل جدا وحاولت ان انا اقصره واسرعه على قد ما اقدر. على فكره الفيديو ده ليه جزء تاني، استنوه ان شاء الله، هينزل باذن الرحمن ورا ده للبوف بتاع الركنه وحاجات تانية كتير انا كنت عاملاها. فاستنونا ان شاء الله الفيديو الجاي. بصوا انا عملت هنا تعليقه من اي حاجه عندك بقى، ستان ماشي، فرنشه ماشي، اي حاجه عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه. عملت منها تعليقه صغننه كده، وبعدين عشان الشكل يبقى حلو معايا من ورا لو حبيت ان انا اطلعه هديه ولا حاجه، وطبعا ده للبيت عندي، بس برضو انا بديك الفكره وانت تعمليه. جبت الكرتون ده، لما برميش اي كراتين عندي خالص عشان عارفه ان انا هستعمله بعد كده. جبت كرتونه، دي كانت علبه عندي بتاعت حلاوه مولد، الظهر بتاعها كان نظيف جدا من جوه وعجبتني قوي، فحطيتها كده لزقتها بالشمع. وبعد ما لزقت جنب واحد بالشمع، خدت المقاس اللي انا عايزاه وقصيته، وابتديت ان انا احط شمع على جميع النواحي، وبقت نظيفه معايا وشكلها جميل قوي وشيك قوي. اتمنى يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم، اهم حاجه تكونوا بتستفادوا بيها وبتعملوا اي حاجه تفيدكم. انا بحاول ان انا اعمل الفيديوهات باقل الامكانيات اللي موجوده عندك في كل بيت عشان تفرحي نفسك وما تكلفيش نفسك في عز الغلا اللي احنا فيه ده. ربنا يرخيها من عنده ويرفع يا رب الوباء والغلاء يا رب من علينا يا رب، اللهم امين. فبصي زيني بيتك باقل حاجه. على فكره انا بمنتج لكم الفيديو ده قبل الفجر على طول، فسامحوني ان انا مرهقه طول النهار، وكمان بمنتج الفيديوهات بالليل عشان الولاد يكونوا نايمين. عايزه الحق ان انا اعمل معاكم كل الحاجات الجميله اللي ممكن تزيني بيها بيتك. خلاص رمضان فاضل عليه ايام بسيطه جدا، فبحاول ان انا اعمل لك اي حاجه ولو بسيطه تعمليها معايا. يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم. اهم حاجه ما تنسونيش بدعوه بظهر الغيب حبايب قلبي، اهم والله من اللايكات واهم من الاشتراكات واهم من كل حاجه ان انتوا تدعوا لي بظهر الغيب ان ربنا يسترها معايا ويبارك لي في ولادي ويهديهم عليا، اللهم امين، ويرزقنا الجنه يا رب، اللهم امين يا رب. خلص معايا كده انا مسمياه بصراحه تابلو، لان هو فعلا فعلا منظره شيك جدا وحاجه كده قيمه. انت لو رحت اشتريتيها من بره هتلاقيه غالي جدا. بصي انا حابه اقول لك كمان، انا قلتها في اول الفيديو بس الناس اللي لسه او ما خدتش بالها وما سمعتنيش، انا عامله قائمه تشغيل هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، وتظهر لكم في علامات الاي اللي فوق، علشان لو حابه تاخدي اي فكره من الفيديوهات اللي موجوده عندي. تمام. وبقى شكله قمر وكيوت كده، ان شاء الله هعمل لكم جوله زي ما قلت لكم في البيت. بصوا بقى شكله قمر. يا رب يحسن ما بين ايدينكم، وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، ويعود عليكم الايام بخير. السلام عليكم يا حبايبي.